مشاهدينا الكرام، مساءكم سعيد وأسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في هذه الحلقة التي نسلط فيها الضوء على الأحداث التعليمية ببلادنا والساحة التعليمية التي تعرفها بلادنا خلال أشهر من بداية انطلاق إضراب لرجال ونساء التعليم على النظام الأساسي التي أعدته وزارة شكيب بن موسى ورفضته شغيلة التعليمية بمختلف أسلاكها. الحوار مع النقابات الأكثر تمثيلية لقطاع التربية والتعليم ببلادنا مستمر، كذلك الإضراب هو الآخر مستمر رغم طاولة الحوار مع النقابات والحكومة أو الوزارة. لكن دعوني في البداية أقول لكم بأن هذا النظام، هذا الملف عرف تسييس. نعم، كنت أتمنى أن لا أقول هذا المصطلح ولا أتطرق إلى هذا الموضوع بتاتا، ولكن يجب أن نقولها بمعين وبكلمة لكي يفهمها الشارع المغربي ولكي نخوض في صلب الموضوع. نحن الآن في سنة جديدة، ودورة من دورة السنة قد ذهبت. حتى الامتحانات، لا أعتقد أن الامتحانات قاموا بإعداد امتحانات للتلاميذ والتلميذات بمختلف الأسلاك، سواء في الابتدائي أو في الإعدادي أو في السلك الثانوي. هذا الملف أصبح مسيسا، أصبحت وجوه سياسية وأحزاب سياسية تلعب فيه على مصالحها السياسية. كن واقعي، لم يعد من الأولويات للمدرسة العمومية ولم يعد يخدم أولويات التلميذ والأستاذ. النقابات الأكثر تمثيلية ولا أقل تمثيلية في هذا القطاع هي بدورها أصبحت تشد وتغلق واحد النقابة بعدك دعت إلى الحوار مع الحكومة أو مع الوزارة يوم الاثنين، وعلقت أنها ستقوم بإضراب يوم الخميس، يعني اليوم الخميس والجمعة، يومين ديال الإضراب، والتنسيقيات أخرى دارت طبعا إضراب لمدة 4 أيام. إذا أنت عندك حوار مع الوزارة، علاش كدير إضراب؟ شو المعنى أصلا؟ أنت فاتح إضراب، أنت فاتح حوار مع الحكومة أو مع الوزارة، علاش داير إضراب؟ واش ما تياقش في هذا الحوار؟ حتى نشوفوا المخرجات ديال الحوار. أول حاجة نشوفوا المخرجات ديالو ونشوفوا الأهداف ديالو، عاد نمشيو إذا ما عجبناش المخرجات ديال الحوار عاد نمشيو نديروا إضراب. أنت داعي الإضراب، أنت داعي الحوار مع الحكومة أو مع الوزارة، وفي نفس الوقت دعيتي الإضراب. شنو كيعنيها؟ شنو كيعني؟ مع احترامي للأطر التربوية والتعليمية، مع احترامي لهم، ولكن النقابة الآن أصبحت مسيس. هذا الملف أصبح مسيس، كونوا واقعيين. الملف لم يعد كما كان في البداية. صافي، عندنا حوار مع الوزارة، إذا نديروا حوار مع الوزارة، نشوفوا نقيموا المخرجات ديال هذا الحوار. ما نكونوش غير كنبلبلوا في مواقع التواصل الاجتماعي أو واحد دار واحد المنشور في فيسبوك ولا داروا في تويتر حنا نمشيو عليه في الهوا سوا. هذه راه مؤسسة الإخوان، هذه راه مؤسسة وكيتخرجوا منها أجيال. ما يجيش واحد يقول لي لا خصها تنشر في الجريدة الرسمية، لا خصو. راه شنو كتنشر في الجريدة الرسمية؟ راه غيجيو نشر في الجريدة الرسمية. الجريدة الرسمية عندها قوانين ديالها باش كتنشر فيها. حنا بقاو خدامين غير مع الأساتذة المتعاقدين ونشروا لهم كل بيان، نشروا لهم في الجريدة الرسمية. ياك هادشي اللي قلت. دابا كاين تطور في الحوار ما بين الوزارة وما بين النقابات، مجموعة من النقاط اللي صرح بها وزير التعليم، وحتى النقابات بدورهم صرحوا بهذه النقاط، مجموعة من. إذن أول حاجة تم إلغاء ما يسمى بالمتعاقدين وإدماجهم في الوظيفة العمومية. كذلك تم إلغاء أستاذ التعليم الإعدادي والثانوي وتعويضه بموظفين السلك الثانوي الإعدادي. الموارد المالية هي بدورها تم مناقشتها.
إذن كاين هناك نقاط، كاين هناك جدية في الحوار، لا من طرف الحكومة ولا من طرف النقابة. يعني الحكومة والوزارة فعلا هنا باش نكونوا واقعيين وباش ما نخرجوش من ديك الزوبعة ديال الاتهامات والحكومة غير هضرة غير هضرة غير هضرة. لا، هذا حوار الإخوان، هذه مؤسسة، هذه وزارة، هذه وزارة ديال الدولة. ملي كنشر شي بيان راه حنا كنشروا ديك البيان وفق ما نشرتوش شكون سنى عليه وشكون وافق عليه. يعني ما نجوش نكونوا كنهضروا في موقع التواصل الاجتماعي لا داك الشيء غير هضره غير بروتوكول غير هذاك هضار ديال الصبيان. نحن الان يجب ان نؤمن بالحوار. الساده الاساتذه الاجلاء خصهم يامنوا بالحوار، خصهم اول حاجه يعطيو فرصه لهاد النقابات اللي كيمثلوهم وهاد الوزاره، يعطيوهم حوار، يعطيوهم مسافه الحوار ويقيموا ديك الحوار، ديك الجلسات ديال الحوار نقيموها ونشوفوا النقاط اللي تحاوروا فيها والمخرجات اللي دارتهم هاد الحوار. من بعد اذا كان شي حاجه خصها تدار نديروها، ما تكونوش غير كتبرحوا بشي حاجه ما كايناش. يكفي دابا الان خصنا نبداو من نقطه بنقطه، واحد كيشير هنا، واحد كيشير هنا، واحد كيشير هنا، واحد كيشير هنا، وحتى واحد ما كيقيم لنا شي معلومات. بدا المشكل ديال الساده الاساتذه ديال المتعاقدين. هذاك المشكل اول حاجه انا كنقول في هذا النظام الاساسي اللي استفدوا بزاف هما الاساتذه المتعاقدين. الاستفاده الاكبر هما الساده الاساتذه المتعاقدين، استفدوا بواحد الشكل كبير نظرا للنقاط التي تم إعادة النظر فيها وتمت إدراجها في القانون الأساسي وتمت كذلك إحالتها وحلحلتها. يعني هنا كنقولوا من الفوق، يعني خصنا شويه عاود ما نحمضوش هذا الملف، ما نديروش هذا الملف فيه الحموضيه، ما نديروش هذا الملف فيه الحموضيه ونصبحوا نعطيو الامتيازات ونعطيو التسييس لهذا الملف للسياسيين يلعبوا فيه كما بغاو. لان حنا كنعرفوا بان ملي كتدخل السياسه في شي ملف وكتدخل المصالح الشخصيه ولا المصالح الحزبيه ولا المصالح كذا وكذا شي، راه كنكونوا امام رهان المدرسه العموميه للسياسيين باش يخدموا الاجنده ديالهم. حنا كنراهنوا المدرسه العموميه، وهذا شيء خطير جدا الاخوان، انك تقوم برهان المدرسه العموميه مقابل واحد المصلحه ديال واحد الحزب معين، او مقابل واحد الرأي السياسي معادي لواحد الرأي السياسي واحد اخر. حنا هنا كندخلوا في المزايدات السياسيه وكنقدموا المدرسه العموميه ككبش فداء من اجل المصالح بعض واحد الجهات معينه. بالتالي خلوا المصالح سواء الشخصيه او الحزبيه او النقابيه في جهه، ونركزوا على المدرسه العموميه. واللي كنت كنقول انا دائما خص المدرسه العموميه تبقى عندها صوره، تبقى عندها مكانه. هادشي كامل اللي كنديروه، هاد الاحتجاجات وهاد الاحتقان وهادشي كامل حنا كنقولوا يجب ان يصب في المدرسه العموميه، يجب ان يصب في مصلحه الاستاذ وفي مصلحه التلميذ. ما نكونوش غير كنهللوا. الامور ليست في مسار جيد، الامور قد تخرج عن السيطره في اي لحظه من اللحظات، وقد يستفيد منها كما أقول لكم أشخاص لا علاقة لهم لا بالمدرسة العمومية ولا بوزارة التربية الوطنية ولا بالنقابات ولا سيأتون أشخاص من خارج الإطارات ويستغلون هذه الهفوات ويوظفونها لمصالحهم، وبالتالي تصبح المدرسة العمومية مثل المزاد العالمي، وهذا ما لا نريده. لذلك ما أود قوله هنا، يجب أن ننساق للعقل للحكمة. هناك حوار، يجب أن ننساق لهذا الحوار، يجب أن نناقش في بنود هذا الحوار، يجب أن نتفاوض في هذا الحوار. بعد ذلك تخرج توصية الحوار، بعد ذلك يتم تقييم توصيات هذا الحوار، بعد ذلك إذا ما عجبناش شي نقطة ولا شي حاجة نعالجوها. ولكن ماشي أنت كتحاور وأنت كدير إضراب، لا، نرجعوا للأقصى، نحيوا المدرسة العمومية، نرجعوا شوية الأمل للتلاميذ والتلميذات. ومع ذلك السادة النقباء والسادة ديال الوزراء، وزير التربية الوطنية، غادي يخرجوا لنا بواحد الوثيقة بواحد البنود، غادي تكون التنسيقية الوطنية كذلك، والنقباء النقابات غادي يكونوا حاضرين وغادي يقيموا النقاط اللي حتى إذا ما عجبتناش شي نقطة ولا شي حاجة يمكن إعادة النظر فيها. ولكن إلى حد الآن يجب ضبط النفس، يجب ضبط النفس وعدم أن يصبح هذا الملف مفروش وسياسيا وحامض. يعني كفى ثم كفى ثم كفى. إلى هنا استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.